لكن هو مبلغ الضرايب كام يا سي حسن؟ 20,000 جنيه. بس احنا عملنا محاولة مع الضرايب. ما تقعد يا سامي، انت رايح فين؟ نزل الجيب. نسيت العربيه بتاعتي في الغيار. عايز العربيه بتاعك. اقعد يا جدع. هتروح الجيب تعمل ايه؟ اقعد يا اخي على الاقل ترحب بخالك. لا مؤاخذة يا سي حسن، قطعناك في الكلام. اتفضل. الضرايب وافقت ان احنا نقسط المبلغ، ندفع 10,000 جنيه الاول والباقي على اقساط. ما حد يروح يجيب لنا فطار. تاكل فطور يا سي حسن؟ فطار ايه يا حاج؟ انت ناسي ان عندك السكر؟ على رايك. هي مساحة الورشة قد ايه بالظبط يا سي حسن؟ ما كفايه سجاير يا حاج. مش الدكتور منعك عنها؟ معلش يا حاج، دي سيجارة قبل الغدا. سيجارة يا سي حسن؟ لا شكرا. اصل انا بشرب سيجارة قبل الغدا وسيجارة بعد الغدا والسيجارة التالتة بشربها بالليل. وما قلتليش بقى يا سيدي، الورشة مساحتها قد ايه؟ وعاوز تعرف مساحة الورشة ليه يا حاج؟ بسأل يعني. اصل بفكر افتح معرض موبيليا في مصر، والحتة بتاعتكم مش وحشة. قصدك ايه؟ اذا كانت الحكاية كده، اشتري الورشة واعمل مطرحها عمارة جديدة وتحتها معرض موبيليا. ومين قالك ان احنا هنبيع الورشة؟ ده دي بقول يعني. اصل انا سمعت ان الخلوات عندكم بقت في السماء. ولا نعملها تمليك. على رأيك. انا مش خابط لك المشوار عشان ابيع الورشة. لو كنت عاوز ابيعها كنت بعتها في مصر. الله الله، وتزعل نفسك كده ليه؟ ما الحاج عنده حق يا حسن، وهو ابوك عاوزها ليه؟ ما يريح نفسه بقى. عندك حق. ما انت بيتي ما تعرفيهوش. ابوك يا حاجة لو لسه فاكرة ما يقدرش يقعد. لو قعد يموت. خلاص يا سيدي ما تزعلش، انا مستعد اقف في المعرض مع جلال ابني. اهو غاوي يقعد في مصر. انت عايز المعلم سلطان يشتغل عندك؟ يشتغل عند ايه يا جدع؟ ده احنا اهل. انت خليت فيها اهل ولا زفت؟ اسمع يا حاج تبعي، انا مش جاي اشحت منك او من مراتك. مش حد ايه يا ابني؟ دي مصالح. كده؟ اذا كانت الحكايه مصالح يبقى الاولى انك تدفع الدين اللي عليك لابويا. دين؟ لو انا كنت مديون لحد. ايه؟ كبير عليك انك تكون مديون للمعلم سلطان؟ انا مش مديون لحد. لا مديون. واذا كنت ناسي اظن الحاجه فوزيه لسه ما نسيتش. ولا انت كمان نسيت يا حاجه؟ قصدك على ايه يا حسن؟ والنبي ماني فاكره حاجه. لما جريتي على ابوكي وقلت له ان الخشب مضروب وان جوزك قفل ورشته ومش عارف يعيش ازاي. ايام النكسه. الله لا يرجعها ايام. اديكي فاكره يا حاجه. ابوكي عمل معاكي ايه؟ مديلك ايده ولا باع واشترى فيكي؟ لا تتكلم يا حاج تبعي. وعاوزني اقول ايه؟ المبلغ اللي ابويا بعتهولك كان كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه من سنه 67 يساوي كام دلوقتي؟ بس انا كنت سالفهم منه. انا كنت بتاجر له فيهم وخسرهم. انت عارف البلد ايامها كانت مضروبه. لا ما خسرتهمش يا حاج. وابويا ما طالبش بيهم لانه عارف انهم راحوا بيت بنته. الخير اللي انتوا فيه انت ومراتك واولادك من ورا ابويا. من فلوس ابويا اللي دارت الايام وعاوز تشغله عندك. شوف يا ابني، الحلقه بتاعتك دي مش هتجيب نتيجه. الكلام اللي انا قلته لك هو ده الكلام الموزون. اذا كنتوا ناويين تبيعوا الورشه انا سداد وفوس على الترابيزه. غير كده الكلام قلته احسن. عن اذنك اخطف الظهر قبل هدوء ما يطمئن. صليت يا حاجه؟ لا لسه والنبي يا حاج. ما تيجي تصلي يا حسن.